السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولاد وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. مراجعة هلو بلس. هنبدأ مع بعض إن شاء الله مراجعة يونت 1. طبعا هيكون على حضرتك يونت 1. عايزك بس تركز في أهم النوتس اللي أنا هحلها معاك النهاردة، علشان إن شاء الله الامتحان كده كده سهل جدا جدا جدا. ما تشغلش دماغك بأي حاجة، بس اللي طالبه منك إنك تركز في المراجعة دي. ده أولا. ثانيا، أنا مش بصور في المنصة طبعا، فانا غير مسؤول عن اي صوت خارجي، دي بتاعت ربنا بقى، ماليش دعوه باي حاجه. خلاص، يلا بينا يلا بينا. اول حاجه في يونت، طبعا حضرتك عارف ان اول حاجه في يونت 1 انها بتتكلم عن حاجه اسمها سكول لايف. يعني سكول لايف، الحياه المدرسيه. وزي ما قلت لك لما شرحت لك ان بيعملوا اكتيفيتيز بعد اليوم الدراسي بتاعهم، في اللي بيحب الرسم، في اللي بيحب التجارب العلميه، في اللي بيحب الحاجات والاكتيفيتيز التكنولوجيه، وهكذا. طبعا حضرتك لو فتحت البي دي اف اللي معاك هتلاقي طبعا ان انا هنا بتكلم عن الجزء الاول في البي دي اف عبارة عن الكلمات. فالكلمات دي اصلا اهم كلمات اليونت، فطبعا مطلوب من حضرتك انك تراجعها. تمام تمام. بعد كده هتدخل على اللانجوج نوتس. اللانجوج نوتس دي مهمة اوي اوي، فركز بقى معايا فيها. اول لانجوج نوتس معايا، طبعا انت حضرتك عارف ان العملية او التجربة العلمية بنسميها ايه؟ بنسميها اكسبيرمنت، صح؟ لازم يجي معاها دو. يبقى اول ملحوظه ان انا اكسبيرمنت بيجي معاها دو، فاقول دو ان اكسبيرمنت يعني يقوم بعمليه وتجربه علميه. اوكي، يقوم بتجربه علميه. تاني حاجه معايا في النوتس هي كلمه براكتس. براكتس بمعنى يمارس او يتدرب. تمام. عندك بعد كده ان فانتاستيك بتساوي وندرفول، اللي هي اصلا معناها رائع. عندك برضو كلمة a project. a project يعني مشروع، بيجي معاها برضو دو. خلاص، هيقولك دو ولا ميك؟ لا، تقول له دو a project. اللي بعد كده عندي global يعني دولي او عالمي، بيساوي كلمة international. خلاص، يبقى global عالمي وبيساوي كلمة international. عندك بعد كده play يعني مسرحية، بتاخد الفعل بتاعها ايه؟ perform. يبقى على بعضها perform a play يعني يؤدي مسرحية. دراما اللي هو التمثيل، او بيساويه برضو كلمة تانية اسمها كلمة acting. تمام. acting يعني ايه acting؟ يعني التمثيل. اعذرني بقى لان انا مش بكتب على السمارت بورد، فهو كله ايه؟ بي دي اف، فهتلاقي صعوبة شوية معايا في الكتابة لاني بسجل لك على التابلت. يقوم بأنشطة يعني دو activities. طبعا نخلي بالنا ان activities بيجي معاها دو. وركز في الكلمة اللي جاية دي عشان مهمة قوي. اسمها feel like. اسمها ايه؟ feel like بمعنى يميل الى. فن يعني متعة، طبعا حضرتك عارفها. وادي دوينج اهي جاية مع activities. ما اخترنا دو ما اخترناش ميك. speaking of يعني يتحدث او بالحديث عن. speaking of homework الحديث عن موضوع هو بيتكلم، يعني هو بيقولك بالحديث عن الموضوع اللي انا ايه بقدمه. curious about يعني شغوف بيه، وخلي بالك من حرف الجر about. enjoy يستمتع. enjoy من الافعال التي ياتي بعدها الاي ان جي، زي ما هو باين لحضرتك هنا enjoy meeting. ancient بتساوي very old بمعنى قديم. online عكسها offline. اوكي، دي اهم النوتس الموجوده على حضرتك في يونت 1، فمطلوب منك انك تذاكرها وتركز فيها. دلوقتي انا هدخل معاك نحل مع بعض شويه اسئله كده مهمه عن هنبدأ طبعا بريد اند كومبليت، وبعد كده هندخل على اللي تشوز. بس هي كده خاصة بإيه؟ خاصة بالكلمات. بعدها إن شاء الله هندخل ونشرح جزئية الجرامر ونركز على كام نوتس كده مهمة فيهم. بص يا ريس، طبعا السؤال ده حضرتك عارفه ان انا بقولك بقرأ اللي قبل النقط واللي بعد النقط، والإجابة بتظهر معايا. بص، هتلاقي رتمي في المراجعة سريع، عشان الحاجات دي أصلا احنا حليناها مع بعض قبل كده، فهي مراجعة سريعة كده بس لأهم الأفكار. خلاص. اول حاجه معايا بيكوز يعني بسبب. تيتشر يعني مدرس. وعندك interesting حاجه شيقه، ولابراتوري يعني معمل. وعندك student يعني طالب. my name is ندى. انا اسمي ندى. I am in grade 8. I have been a not at school. انا طبعا اكون ايه في السكول؟ هل هكون teacher ولا هكون student؟ طبعا هتكون اول واحده انها student. بعد كده I enjoy coming to school. انا بستمتع ان انا بروح للمدرسة. نقط all teacher are enthusiastic and friendly to school. ايه طبعا عندك هنا I enjoy coming to school بسبب ان المدرسين هناك بيكونوا متحمسين طبعا، فهتكون تاني واحدة هي
بسبب اللي هي because. بعد كده our classes الفصول بتاعتنا are always بتكون طبعا هي مستمتعة. فالفصول بتاعتهم او هنا مش معناها برضو الفصول، هي هنا معناها الحصص. اوكي، الحصص المدرسية بتكون شيقة، فشيقة يعني interesting. اوكي، يلا على اللي بعده. بعد كده our classrooms are bright and modern. we have ركز بقى في الحاجات اللي هم كانوا بياخدوها. فاكر ان انا قلت لك في ارت ستوديو وفي كلاب ستوديو وفي ناس اللي هم مهتمين بالبينتنج الرسومات، وفي ناس مهتمين بالتكنولوجي، وناس هناك برضو هتلاقيهم مهتمين بالاكتيفيتي الخاصة بالسبورت والرياضة، الفوتبول والباسكت بول وكده. فهو كان في اليونت ده بيتكلم عن الاكتيفيتيز دي. دراما ستوديو اند فانتاستيك ساينس. ساينس يعني علوم طبعا، طالما العلوم يبقى هنا معمل العلوم. طبعا الإجابة هتكون laboratory. اوكي، فالإجابة هتكون laboratory وانت بتنطقها، او laboratory. اوكي، امريكان بقى او ايه بريتش، وده مش موضوعنا النهارده. studies دراسات، وبيتزا بيتزا، بورينج يعني ممل، وانترستنج يعني شيق، وعندي انرجي يعني طاقة. I really enjoy all the different subjects. أنا بستمتع بكل المواد. I can study at school and the classes are never. هنا الكلاسز يعني الحصص ما بتكونش ايه يا مستر؟ ما بتكونش. أول حاجة boring يعني مملة. last year السنة اللي فاتت in social studies في الدراسات اسمها social ايه؟ social studies يعني الدراسات الاجتماعية. يبقى تاني واحدة هتكون studies. we learned about renewable. اتعلمنا عن الطاقة المتجددة. فالطاقة المتجددة اسمها renewable energy. فرقم 3 طبعا 3 هتكون معايا energy. I made stove. أنا عملت stove out of a notebook. طبعا بيخرج من interesting. طبعا حضرتك مش هتختار interesting لسبب واحد، ان هنا حاطط لي مش حاطط لي فطبعا الإجابة هتكون بيتزا. اوكي، فهتكون I made a stove out of a pizza box. يلا بينا على السؤال اللي بعده. especially يعني بالأخص، machines آلات، transferred يعني منقولة، وبيبلز هنا بمعنى الشعوب، ورايت يعني يكتب. هنركز كده مع بعض في أول حاجة. هنا بيقول لي الإديوكيشن. حضرتك عارف إن الإديوكيشن يعني التعليم has been important all over the world. مهم جدا حوالين العالم even thousands of years ago. حتى منذ آلاف السنين. الكلام طبعا في الماضي، فهو هنا هيتكلم عن القدماء المصريين وازاي اتأثروا برضو بالتعليم. عندي ancient peoples هنا بمعنى الشعوب القديمة، فأول واحدة هنختاروها people. invented اخترعوا letters الحروف so they could وقدروا انهم ايه. طبعا could موجودة نقط داون يكتبوا ايه عندي. طبعا الإجابة هتكون right. يبقى تاني واحدة هتكون right. then they نقط the information to other people وصلوها لناس تانيين. طبعا فين وصل هتبقى transferred. فالإجابة رقم 3 هتكون معايا transferred. اللي بعده education has changed a lot. اتغير نقط in the past 20 years. طبعا هنا بيقول لك ان education has changed a lot نقط in the last year. طبعا ما فيش حاجة اسمها changed a lot in the last 20 years. هو هنا بيقول لك اتغير كتير، مفروض هنا يبقى في فاصلة وكوما، ونقول هنا especially بالأخص in the last 20 years. اوكي، فهتبقى الإجابة الأخيرة 4. اوعى تختار ماشينز، هي هنا مش هاز changes a lot machines. لا غلط، مش تمشي معاك. اوكي، يلا بينا اللي بعدها. هو المفروض هنا نقطة وبعد كده ايه تكمل. يلا بينا على السؤال اللي بعده. ريسيرش يعني بحث، فاوند يعني يجد، كمبيوترز، وباورفول يعني قوية جدا، وميد يعني صنعت. when our grandparents went to school لما أجدادنا راحوا للمدارس student didn't use ما كانوش بيستخدموا هم كطلبة ما كانوش بيستخدموا نقط واللابتوبس. طبعا ما كانوش بيستخدموا الكمبيوترز لابتوبس or tablets أو التابلتس. they didn't have the internet ما كانش عندهم الانترنت to do انهم يعملوا عليه بحوث علمية. طبعا فهتكون رقم 2 انهم يعملوا عليه research. بعد كده قال لي and check information children. الاطفال هناك didn't have ما كانش عندهم نقط سمارت فونز. ادي سمارت فونز اسم، فعايز هنا صفة، فطبعا هتكون الاجابة powerful.
powerful smartphones. Children learned from their teachers. اتعلموا من مدرسينهم and نقط information وكان بيلاقوا يبقى طريقة التعلم عندهم كانت عبارة عن التيتشرز المدرسين والمعلومات اللي موجودة في البوكس and found وكانوا بيلاقوا found يعني بيلاقوا المعلومات طبعا in their in their books. يلا بينا ندخل على أسئلة التشوز الخاصة بالكلمات. The student went to الطلبة ذهبوا إلى to paint picture علشان يرسموا صور. غششتني الإجابة كلمة to paint picture يبقى راحوا الارت استوديو الرسم. we eat lunch بناكل الغدا بتاعنا هناكله فين؟ طبعا في الكافيتيريا. The school team plays matches on فريق المدرسة بيلعب الماتشات بتاعته. طالما ماتشز يبقى مستر هيلعبها في ساينس لاب لا، كافيتيريا لا، باسكت بول كورت ولا كومن اريا. طبعا الماتشات بتاعت الفريق بتتلعب في الباسكت بول كورت. student كان sit يقدروا يقعدوا together مع بعض in في ذا نقط during the break أثناء البريك. مش هيقعدوا على السطح ولا هيقعدوا في الجيم ولا هيقعدوا في الاكيوبمنت في الكومن اريا. we practice acting بنمارس التمثيل بتاعنا طبعا في الدراما ستوديو. عندك بعد كده we do exercise بنتمرن. طالما قال لك بنتمرن exercise اهي يبقى هيتمرن في الجيم. the garden is a أو an where students can play يقدروا يلعبوا فين؟ في الكافيتيريا مش هينفع، في الدراما ستوديو مش هينفع، في الباسكت بول كورت هو قال لك الجاردن يبقى مكان خارجي فهنا بيكون الاوت دور سبيس. teacher mixed liquid كانوا بيخلطوا الليكويد in the ايه. تعالى كده نبص مع بعض. طالما بيخلط وحاجات علميه وكده فهتكون في الساينس لاب. the football match is held on الماتش تم انعقاده in the هو قال لي ايه هنا؟ قال لي ماتش صح، يبقى مش في الكافيتيريا ولا في الاستوديو، اكيد طبعا في السبورت فيلد. student use computer بيستخدموا الكمبيوتر in the نقط طبعا بيستخدموا الكمبيوتر في التكنولوجي روم. السؤال اللي بعده the microscope is a piece of الميكروسكوب الآلة اللي بتستخدم a piece of معدة أو أداة أو آلة طبعا في بنستخدموها اسمها equipment. she is very about learning new things هي بتكون متحمسة جدا enthusiastic. خلي بالك بيجي بعد منها كلمة about. we did a نقط in class with water and sugar عملنا تجربة علمية يعني experiment using wind and sun to make powerful is called. عندك طبعا طاقة الرياح وطاقة الشمس بنسموها طاقة متجددة فدي اسمها renewable energy. the sun gives us بتعطينا الصن بتعطينا طالما صن الشمس يبقى solar power. the earth is facing نقط changes تغير المناخ يبقى اسمه global climate change. تمام، يعني ايه global؟ تغير ايه المناخ، جلوبال عالمي وكلايمت تشينج يعني تغير المناخ. انت ملاحظ ان رتمي في المراجعه سريع لان الحاجات دي احنا عارفينها فبيس يعني كده انجوي كده وانت ايه بتسمعها خلاص. students enjoy doing school الطلبه بتستمتع انها بتعمل after class بعد الفصل طبعا بيعملوا السكول اكتيفيتيز الانشطه اللي بتكون بعد اليوم الدراسي. a person who help الشخص اللي بيساعد without pay من غير ما ياخد اي حاجه فده شخص اصلا بنسميه volunteer. يعني ايه volunteer؟ يعني المتطوع. I not going to the park today طبعا هنا بمعنى يميل الى اسمها feel like reading book in your is relaxing بيكون relaxing جدا طالما بتقرأ البوكس فبيكون في الفري تايم بتاعك. practicing every day help you improve الممارسة بشكل يومي بتساعدك تحسن طبعا تحسن الكافيتيريا مش هتنفع activities مش تنفع طبعا انا عندي هنا skills مهاراتك. she is very هي تكون space and store هي عندها فضول يبقى البنت دي curious about. drawing picture shows you لما بترسم صور بتبين الايماجينيشن بتاعك الخيال. an artist need to be لازم يكون شخص creative الفنان لازم يكون شخص creative وعكس creative in شخص طبعا unimaginative غير ابداعي ما عندوش اي ابداع. we learned a new painting احنا اتعلمنا رسمة جديدة. we learned a new painting هل انت تنفع انرجي مش تمشي، هل باور طاقة مش تمشي، activities كانت لو كانت مفرد انما هنا تكنيك معين خاص بالايه بالرسم. تمام
تمام، يلا بينا ندخل على جزئية الجرامر علشان مفيش اسهل منها. بص يا ريس، طبعا حضرتك عارف ان انا عندي في الجرامر بتاعي حاجة اسمها البريزنت بيرفكت تنس. انا علمتها لك وقلت لك خلي بالك من حاجة، ان حضرتك لما بتيجي آه تجاوب على السؤال ده لازم تبقى عارف التكوينة بتاعتنا. فالتكوينة بتاعتنا كانت ان انت بتحط هاز او هاف، وبعدها بيجي يا مستر البي بي. يعني ايه البي بي يا مستر؟ يعني الصورة رقم 3 للفعل. حضرتك عارف ان مثلا عندي بلاي اهو، الصورة التانية بتاعته اسمها بليد، الصورة رقم 3 هي بليد. احنا هنتعامل مع الصورة رقم 3 للفعل دي، وهيكون قبل منها يا اما هاز يا اما هاف تاني. يبقى احنا هنتعامل مع الصورة رقم كام؟ مع الصورة رقم 3. يعني حضرتك عارف ان فعل قط صح؟ كنا بنقول على ايه؟ قط وقط. يعني الصورة رقم 3 برضو بيكون اسمها قط. فمعنى كده ان احنا هنتعامل مع الصورة رقم 3 بس هيكون قبلها يا اما هاز يا اما هاف. طب هاز امتى؟ هاز طبعا حضرتك عارف ان هاز بتيجي مع المفرد، وهاف امتى؟ هاف بتيجي مع الجمع. طب يا مستر هل ليهم كلمات دالة؟ كنا احنا اخترعنا لهم اغنية كده بتقول since we forever never just already yet. since we forever never just already yet. الكلمات دي بمجرد ما حضرتك تشوفها معاك على طول هتبقى عارف ان ده طبعا المضارع الايه؟ المضارع التام. خلاص خلاص، يلا بينا كده نكمل مع بعض ونشوفه وندخل على الأسئلة على طول. سم الله وبالمثال يتضح الايه؟ المقال. يلا بينا. السؤال الأول بيقول ذا دكتور، الدكاترة نقط تدي. تعالى كده يا ريس. قلت لي يا مستر الدكتورز دول مفرد ولا جمع؟ قلت لي طبعا الدكتورز دول جمع، وعايزين بعد الجمع بي بي، يبقى هتاخد هاز ولا هاف؟ هياخدوا هاف. فالإجابة طبعا هتكون have treated. اوكي، اللي بعدها I have. ادي have موجودة يا مستر، يبقى عايز الناحية التانية البي بي. هو هنا بيقول لي I have never played before. انا ما شفتش وما شاهدتش مسرحية قبل كده. ادي هاف موجودة، يبقى عايز البي بي. البي بي سينج؟ لا مش هينفع. البي بي سي؟ لا. البي بي او الباست بارتيسيبل او الصورة رقم 3 هي عندي سين. يلا السؤال اللي بعده. انت كده فهمت القصة. يعني هنا في هاز صح، يبقى هنا هيجي على طول الباست بارتيسيبل او البي بي. البي بي من جو طبعا حضرتك عارف هيكون جون. يلا بينا على الجزء اللي بعده. hospital المستشفى their emergency system recently. تعالى قول لي ايه الكلمة اللي غششتك ان ده زمن المضارع التام؟ هتقول لي كلمة recently. الهوسبيتالز مفرد ولا جمع؟ لا يا مستر جمع. هتاخد هاز ولا هاف؟ هتاخد هاف. نكمل مع بعض الأسئلة. فهنا بيقول لي he not his mobile phone. هو التليفون بتاعه he can't find it anywhere. مش هيلاقيه، فهو طبعا ضيعه. هي طبعا عند حضرتك مفرد فهتقول هي، تاخد هاز وبعد كده نحط البي بي. السؤال اللي بعده بيقول لي we not this movie 3 times. 3 مرات. we not. تعالى كده ركز. we هنا يا مستر مفرد ولا جمع؟ لا يا مستر جمع، فهنحط لها have. فهتبقى الإجابة طبعا have seen. she not her grandparents since عرفتني ان ده زمن المضارع التام. هو بعد كده مستر شي مفرد. المفرد طبعا هياخد هاز ولا هاب؟ فحضرتك طبعا عارف ان الاجابه هتكون hasn't visited. اللي بعده اي نقط بريكفاست يت دي عرفتني ان ده زمن المضارع التام. الاي بتاخد هاز ولا هاب؟ بتاخد يا مستر هاب. بس هنا في ملحوظه صغيره مع يت خلي بالك منها. يت دي مكانها في اخر الجمله، وكمان لو جت هيجي يا هازنت يا هافنت. يعني الجمله بتاعتها منفيه. يعني بقول يا هازنت يا هافنت. طبعا اي موجوده والاي بتاخد هاف، فهتبقى الاجابه هتكون هافنت هاد. يلا بينا السؤال اللي بعده. زي نقط تو لوكسور توايس. راحوا لوكسور مرتين. طبعا هنا طبعا عندي زي هتاخد هاف، فهتكون هاف بن. وعايز افكرك بحاجه، كان عندي حاجه اسمها هاف بن وحاجه اسمها هاف جون. تاني هاف او هاز بن وهاز او هاف جون تو. واحده بمعنى ذهب ولم يعد، وواحده بمعنى ذهب وعاد. بص يا ريس علمها كده، اللي فيها 2 اي اكنهم رجلين، فده ذهب وعاد. انما جن دي ذهب وايه ولم يعد. عمرو نقط انجلش فور 5 years. عندي كلمه فور يا مستر مضارع تام. عمرو ده مفرد صح، وطالما مفرد هياخد هاز، فالاجابه طبعا هتكون هاز studied. my brother اخويا
a new car recently. اللي غششتني الزمن هي وجود كلمة ايه يا مستر؟ وجود كلمة recently حديثا او مؤخرا. فطبعا البراذر ده مفرد فهياخد has، وبعد كده البي بي has bought. we not our homework already. بالفعل احنا عملنا الواجب بتاعنا. ف we have done. طبعا الوي هتاخد have زائد البي بي من do بيكون done. عندي بعد كده I not my best friend for غششتك ان ده زمن المضارع التام. since for هفكرك بالاغنيه since for ever never just already yet lately recently up till now so far. خلاص for اديها موجوده اهي. الاي بتاخد have صح، تبقى طبعا ايه have not. اوكي اللي بعده the teacher المدرس the lesson let's start the exercise. يلا نبدا الاكسرسايز. طبعا التيتشر مفرد، المفرد هياخد هذا يبقى has explained. اللي بعده ذا نقط ادي جت لا هي يت، هي يت اللي انا لسه بتكلم عنها. يت جايه من فين يا مستر؟ جايه في الاخر، طبعا مكانها في الاخر او في علامه الاستفهام في السؤال. طبعا بتاخد يا اما هازنت يا اما هافنت، وزائد البي بي. ازاي هتاخد هافنت؟ فالاجابه طبعا هتكون هافنت فينيشد. يلا بينا في سؤال الكومبليت عشان السؤال ده مهم جدا، وتعالى نحلوه بطريقه ذكيه كده. بص يا ريس، هي هاز صح، هاز موجوده، يبقى انت حضرتك هنا عايز البي بي. البي بي من ايت طبعا هيكون ايتن. اوكي فانا هنا سامحني بقى لان انا ايه مش في المنصه، فوارد ان انا بكتب اصلا بالماركر او القلم السمارت ده مش الطف حاجه. شي هاز نقط هاز طبعا يا مستر موجوده، فهيجي بعد منها يا مستري البي بي. البي بي من سبند هيكون طبعا حضرتك عارفه سبنت بالتي. خلاص هيكون سبنت بالايه بالتي. اللي بعده زي هافنت، حضرتك شايف ان هافنت موجوده هنا. هاتلي البي بي من بي، طبعا حضرتك عارفه وقلنا كتير وهو بين. اوكي هند هاز موجوده مستري، هاز اهي. فانا هنا هحط فينيش، هاتلي بيها البي بي بتاعها هيكون حضرتك عارف فينيشد. خلاص فينيشد بالاي دي. اوكي يلا بينا على السؤال اللي بعده. they have never. they have موجودة وراها البي بي، طبعا الإجابة هتكون walked بالاي دي في الآخر. اوكي mom hasn't. هاتلي البي بي. has موجودة صح، عايزين البي بي من do، طبعا حضرتك عارفه ان البي بي من do بيكون done. I have never have موجودة والبي بي من right، طبعا حضرتك عارفه written. يلا السؤال اللي بعده. نوع has studied French وجاب لي وقت معين. اوكي طبعا حضرتك فاكر لما قلت لك بداية الحدث بيكون since والمدة كاملة بتكون for صح؟ يعني اي سنين تجيلي او اي سنين تجيلك اهي بنحط مكانها ايه يا مستري؟ بنحط مكانها since. طبعا حضرتك لو كان حاطط لك هنا 25 مثلا 25 كنت هتقول ايه؟ كنت هتقول for علشان المدة الكاملة. I haven't met علي او ادي مدة كاملة اهي، عكس since طبعا حضرتك عارف لما بيكون في مدة كاملة بتكون for، فهتكون هنا اجابتي for. have you في علامة استفهام وهنا بيسألوا، طبعا حضرتك عارف ان من الكلمات الدالة ever و never بتبقى في النفي و ever في السؤال. طبعا حضرتك هنا هتكتب ايه؟ هتكتب ever. have you bought your train ticket؟ هل انت كتبت التيكت بتاعتك؟ مين اللي كانت بتيجي في اخر السؤال؟ ايوه فكرني، يت. خلاص يت طبعا اوريدي كانت بتيجي في حاله واحده وهي في حاله الايه التعجب. خلاص جولياز جوليا هنا الهاز عايزه بعد منها البي بي. البي بي من درايف هيكون طبعا دريفن. خلاص بالاي خلي بالك. اللي بعده امل هاز الابوستروفي اس دي اختصار لهاز، خلي بالك منها اوريدي، وجايب لك هزت نفسها اللي هي اصلها هاف، فطبعا حضرتك عارف ان البي بي من هاف بيكون اسمه هاد، فالاجابه هتكون هاد. هاف يو هل انت قبل كده في علامه استفهام من قبل كان اسمها هاف يو ايفر. خلاص فالدنيا سهله وبسيطه وما تزولش نفسك خالص. ده كان بخصوص زمن المضارع التام. طبعا حضرتك اكتر زمن بتاخده من منذ ان كنت في اولى اعدادي سوري منذ ان كنت في اولى ابتدائي هو الباست سيمبل تنس.
اللي احنا معلمينه وعارفينه اصلا، ويعني بالنسبه لنا كان زمن ده ولا اللي قبله الجرامر لعبتنا، فالموضوع بالنسبه لنا ايزي. حتى تلاقي رتمي في المراجعه سريع اصلا. يعني انا ايه بعمل كده حاجه ايه، تبتدوا بس تسمعوها، الطلبه اللي بتمل من المذاكره يعني. فيلا بينا كده ايه نتكلم مع بعض عن زمن الباست سيمبل، الماضي البسيط. فكرني بكلماته، كانت بتقول yesterday ago last in the past، تاريخ قديم، كلماتي للايه، للماضي. once old ancient و previous و this morning. انتوا طبعا كده كده عارفين اغنية ايه الكلمات الدالة. واحنا عرفنا ان الباست سيمبل بيكون له الافعال نوعين، الافعال الريجولار والافعال الايه الirregular verbs. وعملناها كده بطريقة فاني، انتوا فاكرينها بتاعت دي اي دي واي اي دي والكلام ده كله. خلاص، فانا هدخل احل على طول، لان شايف ان الموضوع اصلا مش مستاهل ان انا اشرحه، لان شرحناه كتير. وكده كده مع الحل الدنيا بتثبت اكتر. when I was، ادي الجمله الاولانيه مستر ماضي. I not my friend، انا قابلت طبعا اسمها مت. she not chocolate milk when she was a girl، لما كانت طفله. ادي مستري في was هنا صح، والكلام فين؟ الكلام في الماضي. لايك ولا لايك؟ هتبقى طبعا لايك. تاني يبقى طالما ماضي دي او اي دي او اي اي دي. طب انت عرفت منين اصلا الجمله ماضي؟ انا بصيت على الجمله التانية لقيتها ماضي، فطالما بدات ماضي هتقفل ماضي، ولو قفلت ماضي هتبدا ماضي. فاهمين قصدي؟ طب تعالى كده نبص مع بعض. it always when we lived، قفلت ايه؟ قفلت ماضي، يبقى كانت بادئه ايه؟ كانت بادئه ماضي. الماضي اخره اي دي، يبقى الاجابه طبعا هتكون هنا ايه؟ rained. اوكي. طب حدش سالني وقال لي ليه always هنا مستر مستخدمها مع الماضي، بالرغم من انها always بتستخدم مع المضارع البسيط؟ هقول لك ان في نوتس اصلا كبير عليك شويه بياخدوها العيال بتوع ثانوي فوق، ان always ممكن استخدمها للدلاله على عاده في الماضي، عاده كان الشخص بيعملها، فعشان كده بيستخدم معاها always والكلمات الداله التانية بتاعت المضارع البسيط. عندك في الاخر ايه هنا؟ كلمه اجو يا مستر. فكرك كده yesterday ago last in the past، تاريخ قديم، كلماتي للماضي. اول ما بشوف اجو يبقى الكلام على ماضي بسيط. زي was ولا وير؟ زي. طبعا هنستبعد ار عشان مضارع، وهنستبعد ام، كده كده انا مداريها اهو. وطبعا اجابتنا مع الجمع بتكون وير مش ووز. I know to اسوان last winter، الوينتر اللي فات صح، يبقى كلام في الماضي. الماضي طبعا went. our favorite game when we were little، لما كنا صغيرين. نقط فوتبول، يبقى بيقولك الجيم المفضلة بتاعته when we little كانت. هنا بيتكلم عن جيم، لعبة واحدة، يبقى was فوتبول. اوكي. هنا ما اخترتش وير عشان الفوتبول مفرد. it's not so sunny yesterday. yesterday يعني الكلام في الماضي صح، yesterday كلام في الماضي، فانا هنا مش هينفع is ولا ينفع has. it not so sunny كان امبارح. كان ولا ملك؟ لا كان. فطبعا الاجابة طبعا it was. she not to go to school beach yesterday. yesterday يعني امبارح، عرفني ان ده زمن كلام في الماضي، فاختار حاجه فيها اي دي. هنا عندي wanted. اللي بعدها didn't وراه الفعل فين؟ في المصدر. didn't وراه الفعل فين؟ في المصدر. فين المصدر هنا؟ طبعا هيكون do. ونفس الفكره اللي بعدها did وراه الفعل فين؟ في المصدر. طبعا هيكون وراها have. did you have. she not the piano very well last night، النايت اللي فات، فطبعا الاجابه هتكون played. I not my grandmother yesterday، امبارح، يبقى عايزين حاجه فيها اي دي، طبعا هتكون الاجابه فوند. هي نقط a nice film last. يا مستر last هي الكلام فين؟ في الماضي، هطلع اي دي، فهتكون عندي الاجابه watched. my brother Arabic this afternoon. خلي بالك لما اقول لك this morning يعني النهارده الصبح، ماضي بسيط. this afternoon ماضي بسيط، طالما في this وراها فتره او زمنيه من اليوم بتكون ماضي بسيط. فطبعا حضرتك اكيد عرفت الاجابه هتكون studied. منى her uncle yesterday. yesterday كلام في الماضي، فطبعا حضرتك هتختار ايه؟ قول لي. اختار يا مستر didn't visit. once الكلام في الماضي، ذات مرة. their نقط an old hospital in our area، كلام فين؟ في الماضي. طب الهوسبيتال دي مفرد ولا جمع؟ مستر مفرد طبعا، طالما ماضي هتستبعد is وهنستبعد are. قدام مني was وير. مين المفرد عندي؟ المفرد عندي was. what نقط eat last night. last night يعني الكلام في الماضي، يبقى عايز did، بس في علامة استفهام عند حضرتك، يبقى did هتطلع بره، تبقى did you. خلاص، ما ينفعش دي تيجي في نقطة. لما في نقطة كده في آخر الجملة نقوله you did مثلا، أيوة ما بتجيش أصلا، ما ينفعش. ولكن لوجود علامة الاستفهام بنطلع الفعل المساعد بره الأول، وبعد كده بنحطه إيه يا مستر؟ الفاعل. طبعا اللي جاي ده اسهل من اللي فوق جدا جدا جدا. قال لا مستوري في كلمه يسترداي يعني امبارح،
طالما yesterday يبقى كلامي في الماضي، فالإجابة طبعا هتكون بليد. اللي بعده we went ذهبنا، went كلام في الماضي وعايزين كلمة دالة على الماضي. ذهبنا on picnic نقط week، قال لك ينفع next week؟ لا ما ينفعش، فهتبقى الإجابة إيه؟ هتبقى الإجابة طبعا last week. يبقى احنا هنا الكلمة الدالة هتكون last. سيد did وراها الفعل في المصدر، هات لي المصدر من swam. المصدر من swam بيكون swim. المصدر من swam بيكون ايه؟ swim. في علامة استفهام جات لك تاني، علامة استفهام، يبقى بنطلع did بره، هتبقى ايه؟ did you هنطلع الفعل المساعد بره. yesterday كلام في الماضي، هتكون اجابتنا doesn't. هو حاطط لي doesn't، فانا هحط لها ايه؟ هحط لها طبعا، تعالى كده نوسع عشان نكتب براحتنا. تعالى واحد الله. هنا طبعا هتكون يا مستر didn't. خلاص. my uncle his car last summer. last summer يعني الصيف اللي فات. last غششتني برضو الإجابة. الماضي من sell يبيع، طبعا حضرتك عارفه irregular verb وهيكون sold sold. يلا اللي بعد what time ايه الوقت. did موجودة يبقى وراها البي وراها الفعل في المصدر. المصدر من went طبعا حضرتك عارفه بيكون اسمه go. what did you buy. جالك برضو بيلعب على الكلمة الدالة، اسمها ايه يا مستر؟ اسمها last weekend. last ايه؟ weekend. did you هل انت قابلت، دي ميت لحمة، فاحنا هنخليها ميت بمعنى يقابل اللي هي دبل اي كمان ايه ونحط تي. ميت. last week اي نقط last week كلام في الماضي، عايزين الماضي من جو. الماضي من جو حضرتك حافظه هي went. زي نقط ago، في كلمة ago في الماضي yesterday ago last، يبقى الكلام في الماضي هنحط لها هنا طبعا حضرتك عارف هنحط لها دي. هنا كان بيرد you have a good weekend، قال له yes I did انا عملت. يبقى طالما رد بديد يبقى بيسأل بايه يا ريس؟ يبقى بيسأل بديد، فالإجابة طبعا هنا هتكون did. yesterday امبارح she نقط English. yesterday امبارح طبعا ذاكرت. وستادي الفعل لما بيكون اخره واي بنحط له اي ونحط هنا اي دي فبقت studied. السؤال اللي بعده I not your email yesterday، نفس الفكرة اللي عندي في وجود كلمة yesterday. طبعا answer هتبقى answered يعني هنحط لها اي دي. يلا بينا على السؤال اللي بعده your parents at home last night، هل كانوا؟ برضو نفس الفكرة last night last موجودة وهنجيب الكلام في الماضي. خلي بالك من حاجة، فاكر كنا بنغني اغنية بي بتكون في الماضي was aware، فاكرها الأغنية دي؟ هنا في اسم اهو your parents والكلام في الماضي يا اما was يا اما were verb to be. طبعا حضرتك عارف ان ده جمع، وياخد was ولا were؟ هياخد طبعا were، فالاجابه هتكون were. اوكي يلا بينا ندخل على سؤال الريرايت، اخر حاجه معانا. بيقول لك already بالفعل عايزين ننزلها في الجمله. طبعا حضرتك عارف ان دي كلمه داله، فطالما كلمه داله هتنزل ما بين has او have زائد البي بي، هتبقى الجمله كده I have وهنزل already واكتب finished وهكمل بقية الجملة عادي. يلا بينا. we have lived here for 10 years وحطيت لي since انت عارفها بمعنى منذ، صح؟ يا مستر بمعنى منذ. فطالما بمعنى منذ يبقى عايزة بداية حدث. تعالى بس تفهم الجملة دي بتقول ايه. we have lived here for، يبقى كده since هتنزل مكان for، يبقى هي هتنزل هنا، يبقى هنقول we have lived here وهنحط كلمة since منذ. هو قال لك هنا 10 years في for 10 years لمدة 10 سنين. انت هتحسب بقى ال10 سنين دول من 2015، احنا في 2025 صح؟ يبقى لمدة قد ايه؟ يعني شيل 10 من يبقى since 2000 وكام يا ريس؟ 2015 since 2000 وكام و15 2015. اوكي. lately بتيجي في الاخر. they have bought a new car recently، هنشيل recently دي ونحط مكانها ايه؟ ونحط مكانها lately. he has never arrived home late، هو has never عمره ما وصل البيت متأخر. معنى كده ان حضرتك هتشيل، هو هنا بيقولك حط الصفة early، يبقى احنا هنعمل ايه؟ تعالى هنشيل never، يبقى he has
arrived home، وهنشيل ده اهي خالص وهنحطه ايه يا ريس، وهنحطه early. اوكي، يبقى he has arrived home early. اوكي، يلا اللي بعدها. she visited London 2 years ago، وحاطط لي هاز. طالما حاطط لي هاز يبقى بيقول لي دي عندك ماضي بسيط، خليها مضارع تام. هتنزل شي، خلاص نزلنا شي. شي بيجي معاها هاز. طبعا حضرتك كده 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 هتحذف 2 years، هتحذف كلمة ago خالص. احنا كده ايه، حطينا شي وحطينا هاز. بعد كده بتبقى visited، يبقى هنقولها مع بعض، يبقى she has visited London. هنكتب كلمة لندن. تعالى كده نوسع على نفسنا. ادي لندن، حطينا لندن اهو. وعندي بعد كده يا مستر انا عايز برضو احط المدة بتاعتي 2 years ago، يعني منذ سنتين. يبقى حضرتك طالما منذ سنتين احسب كده بداية الحدث، يبقى since 2023. فهتبقى كده since. خلاص، طالما سينس هات معاها سنة على طول. سينس، اصحى للكلام. سينس هات معاها سنة. احسب بقى المدة اللي عندك وقوم طارح، هيجي لك على طول سينس. فاهمني؟ انما لو فور احسب المدة من السنة من السنة دي للسنة اللي ايه اللي هو جايبها لك. خلاص. we ate dinner a short time ago. تعالى كده بقى نشوف just هتنزل مكان مين. just بمعنى حالا او توا، بتنزل مكان هاز او هاف. هنا ماضي بسيط، يبقى هو عايزني اعمل حاجة اسمها المضارع التام. فهتبقى كده وي. هتاخد هاز ولا هاف؟ لا، وي هتاخد هاف. بعد كده ننزل جاست في النص، لان جاست بتنزل في النص. ونجيبه البي بي من ايت، هتبقى طبعا eaten. خلاص، هتبقى we have just eaten، احنا لسه واكلين. وطبعا طالما just موجودة بتنزل تحذف كلمة a short time ago. he broke his arm، هو كسر ايديه this morning. طبعا هنحطه هي. وطبعا بروك دي ماضي بسيط، فطالما ماضي بسيط يبقى هو عايز نشيلها واخليها تام. هي هياخد ايه يا صاحبي؟ هياخد هاز. يبقى هي هاز، هات البي بي من بروك، هيكون بروكن. يبقى هي هاز broken his arm. his his arm. اوكي، وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. ولو حد واقف معاه اي حاجة يقدر يبعتها لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.